السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في فيديو جديد. اجتماع في المجلس الأعلى للجامعات لتحديد ملامح تنسيق الثانوية العامة. قرر المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الشهري يوم السبت المقبل، وذلك في ضوء تحديد الحد الأدنى للقبول في الكليات لجميع الشعب. يوم السبت المقبل إن شاء الله المجلس الأعلى للجامعات هيجتمع لتحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى لجميع الشعب، سواء علم علوم أو علم رياضة أو لشعبة أدبي. وده طبعا هيضمن الحد الأدنى للمرحلة الأولى فقط، وهنشوف إن شاء الله بعد كده المراحل التانية. كما أنه سيحدد خلال الاجتماع الأعداد التي سيتم قبولها في الكليات، وموعد انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق التي من المرجح أن تبدأ يوم 22. يعني في الاجتماع ده برضو هيحددوا الأعداد اللي هيقبلوها في الكليات هتبقى عاملة ازاي. وكمان هيقولوا المرحلة الأولى هتبدأ امتى، يعني هم هيقولوا بس الحد الأدنى، لكن المرحلة الأولى هيحددوا لها ميعاد بالظبط، واللي غالبا هيبقى يوم 22 بعد انتهاء اختبارات القدرات. كما أنه سيحسم مصير ارتفاع أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب والكليات الجديدة التي تدخل في رغبات التنسيق الجامعي لعام 2020. وهيحسم بقى ساعتها، يعني الاجتماع ده هيشمل تحديد الحد الأدنى، موعد بداية المرحلة الأولى هتبقى امتى، هيشمل كمان أعداد الكليات، الطلاب اللي هتزيد في الكليات هيكون قد ايه، والزيادة دي هتكون في انهي كليات وما الى ذلك. ده كله هنتابعه مع حضراتكم اول باول ان شاء الله، وكل جديد هنزوده بيكم. عشان كده لو عايز تضمن ان كل حاجة توصل لك، يا ريت تدوس سبسكرايب واشتراك وتفعل زر الجرس. لما تفعل زر الجرس تضمن ان كل حاجة توصل لك في نوتيفيكيشن. ان شاء الله هنتابع معاكم التنسيق وكل حاجة جديدة اول باول. نشوفكم في فيديوهات جاية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.